اللي على اثر على مدى طويل الساحه الرياضيه والمشاهدين باجمل التحليلات. وانا اتشرف اليوم بكوني اصلا موجود مع هذه الاسامي واتشرف واشكركم مره ثانيه. جزاك الله خير. بشير اسنان حياك الله يا ولد اليمن. حياك الله ابو قاسم، يا مرحبا وتحياتي لك وحبيبنا الرواس قاعد يصدر اشاعات من امس والجمهور والمتابعين. الشباب عما بديت ابو يمن انا عندك قارن انت حضاره اليمنيه وعلى يميني الحضاره العراقيه فتوهج مني. يا رواس البرنامج مصداقيه البرنامج كبيره. حكيت انا قلت ها؟ انا كنت قاري شوي عم اتكلم مع الرواس يرحب اول. خالد مصادر الرواس والله مضروبه، لا نصيحه والله. هذا ما قلت عنك شيء وذكرك بالخير، قلت وين راحت علي عبد الزين جبت لك اعداء. قلت مندي وراقد والدب في المطار. لا دب هذا مين قال لك هذا؟ انت شفت ولا حد نقل لك كذا؟ شفت قلت دب؟ شفت نعم. لا ما قلت دب. بلا الدب الاصفر قصده. قلت الدب الاصفر. لا الدب الاصفر مال مطار حمد الدولي. ايش دخل دب انت فيك؟ دب انا ما شفت الدب ذكرتك والله في المطار. لا انا ما قلت عليك دب عليك الله يهديك. انت اصحابنا ولا مش ما محشيه هاي تبقاش الفاظ سوقيه. طيب هنا الفقره مالتنا من ساعه وكنا نتكلم عن التوقعات بين الكويت وعمان، وراح ابتدي الان مره ثانيه الجديد. عبد الله الشيباني توقعاتك من خالد؟ اكيد ان المباراه صعبه على الفريقين بحكم انها مباراه افتتاح، ولكن انا بالنسبه لي خالد لربما في الشهرين اللي طافوا لعبوا مباراه فازوا عمان، لكن بطوله الخليج تختلف مقاييسها وهذه اللي عهدنا في هذه البطوله. بكره انا اروح مع توقع العنبري. ما يدخل فيه 1-1 خالد. ناصر الشمراني. تعادل يا ابو جاسم. احمد السعيد تراك من جيت لا سلمت علينا لا كلمتنا لا قلت شيء، ولا واول ما بديت معي حتى ما قلت السلام عليكم ابي اغير توقعاتي. احنا ما سوينا لك شيء. حلوه بعد اليوم. وكشخه حلوه لابس عنابي. لا والله سلمت خالد. انا ما سمعتك تفضل. سلمت بس كانت زحمه ونسلم مره ثانيه. السلام السلام على الجميع والاخوان. وطبعا انا قبل لا اتوقع في عندي قلت لك ترشيحات بغيرها. حقك. مال البارحه انا صعدت العراق والسعوديه والامارات والكويت. الحين لا بغيرها، الحين اقول لك الامارات اللي بيصعد وقطر، من هناك السعوديه والعراق. زين شنو تغير؟ امس ما قلت قطر، قلت الكويت، اليوم غيرت. ليش؟ لان شيء جاتني، لان امس لخبطوني انا مش مركز، كنت مستعجل ما حسبتها كانت سريعه. زين بس بعد ما رديت الفندق شفت الحسابات والارقام. لا لا خالد وديتها معاي. انت معناته رحت الفندق ذاكرت وذي واستلمك الشيباني من صوب. الشيباني هاي قصه هو بالليل باكر عمان والكويت. لا اول شيء ترشيحاتك من مره ثانيه قطر قطر عراق امارات سعوديه، هذا اللي بيتاهلون. اوكي. ومباراه الكويت وعمان بكره. توقع نتيجه مباراه الكويت بكره وعمان بكره. ادري بس خلينا نشوف الجماعه. احنا قلنا قبلك الحين رواس لا بيفوز عمان 1-0. بكره عمان 1-0. عمان 1-0. ترى ممكن بكره خالد يغير رايه على حسب طلعت معكم الليل. عصام الحضر. انت عايز توقعات ولا عايز الكلام؟ اللي انت عاوزه. الاثنين بيمروا بظروف طبعا مش كويسه، المنتخب العماني والمنتخب الكويتي، والمباراه هتروح للتعادل. تعادل. نشأت اقرب للتعادل لانه الفريقين ما عندهم اي شكل هجومي. يعني اي بوادر او شكل هجومي ما عندهم، يعني لا بالحلول الفرديه ولا حتى بالحلول الجماعيه. وانا اعتقد في وجهه نظري يعني الفريقين لو طلعوا بتعادل راح يقتنعون ويكونون فرحانين. محمد كرم مو بعاجبني اليوم، ساكت بردان، ايش فيك؟ جايتك الرقاله، ايش فيك؟ الكبر يبي دفه. ويعني
بس الكبر يبي دفه بعد. انا فكرت كم المباراه بكره. بكره 2-1 للكويت ان شاء الله. بس كذي غالها ولا في يعني فكر؟ لا مباراه صعبه طبعا، ودورات الخليج قلنا لك المقاييس يعني تختلف في دورات الخليج، في امور كثيره تدخل في هالمباريات، فاعتقد ان الكويت ان شاء الله والمفروض يعني هم امنيه وهم توقع ان الكويت راح يفوزون 2-1. بكره مباراه لعيبه ولا جمهور؟ جمهور له دور طبعا، لكن انا وجهه نظري رايي مباراه الروح موجوده ضروريه للفريق، فريق الكويت، لكن اعتقد المدرب له دور، يعني له دور كبير في التكتيك اللي يلعب فيه، لعب في بدايه صح مع التبديلات الصحيحه، لان في كانت عنده اخطاء، واللي سمعته انا انه تعلم من الاخطاء السابقه، اعتقد انه راح يكون له دور كبير المدرب في تكتيك الفريق للفوز بالمباراه. احمد الرواس. خالد انا عندي ثقه في منتخبنا ان شاء الله الفوز لنا. جمال. وجاسم هي اصعب المباريات مباراه الافتتاح، فما ادري انا اتوقع خالد مع الجماهير اللي بتحضر الملعب ان شاء الله ولاعبينا باخر المباريات طلعوا مستوى مميز، اتوقع الكويت 1-0 ان شاء الله. بشير. صعبة على المنتخب الكويتي إذا كان بالشاكلة اللي ظهر فيها المنتخب في تصفيات كأس العالم. أعتقد المنتخب قدم أداء ممتاز أو نقول جيد جدا، لكن مباراة الودية الأخيرة جمال بصراحة أنا تابعت مباراة منتخب الكويت ومنتخب اليمن، لا منتخب عمان يفوز. عمان يفوز. خليت الرسميات ورحت حق الودية. الودية مش مقياس مشارك الاحتياط، مبدل 5 لعيبه 7 لعيبه، مريح بعض اللعيبه. لا بعد هي خلينا نقول بشير يعني كانوا لاعبين الغاصيه هو بيتكلم عن بطل اليمن قدام الكويت، بس خلينا نقول الودية مش مقياس. هو كان عينه تعادلوا كمان في الدقيقه الاخيره، عشان كده هو وكان بشير عشان كده ماجد خسر باللاعبين في مباراة لبنان في امام لبنان. بشير فالمنتخب مختلف اللي شفناه في التصفيات، لا منتخب كان جيد جدا وقادر يعمل شيء، لكن في المباراه الوديه المباراتين الوديه الاخيره للمنتخب الكويتي لا خلينا نشوف لاعبين الكويت ولاعبين الغاطسيه يا جماعه لا تستهدف الكويت على طول. لا عشان هو على هواء. لا هو تكلم عن مباراه تجريبيه عشان لاعبين الغاطسيه ولاعبين الكويت هو متوقع لا اللعبه الاولى لاعبين الغاطسيه في المباراه الثانيه قدام لبنان كان اداء اكثر سوء. خلينا نقول لاعبين الاولى اللعبه الاولى لاعبين الغاطسيه ولاعبين الكويت ما كانوا حاضرين اللعبه الاولى. اللعبه الثانيه عبد الله الشباني يشرفون. يعني تكلمنا عن المدرب، احنا ما يصير يجرب اللاعبين اكثر من لاعب داخل الملعب، كنا نتمنى نلعب تشكيل اساسي اللعبه الثانيه والثالثه، فمدربنا كان قاعد يجرب. فانت صح شيء طبيعي لما تشوف المباراه اخوي العود عن طريق شفت منتخب الكويت، انا اقول لك الظروف اللي صارت مع المنتخب ان اللاعبين الغاطسيه والكويت ما كانوا متواجدين. لان احمد غير التوقع بلغنا نغير مع بعض. لا شوف بشير المباراة الودية مو مقياس، لكن هني دور المدرب. يا جماعه رايه لا انا ما تتكلم عن باطل. لا ان شاء الله يكون استفاد. انا عايز اقول احنا ماشيين بكلمه، المباراه الوديه مش مباراه الرسميه، انا مش مع كده. انا مع المنتخب اللي بيجهز ان كانت مباراه وديه دي تعتبر مباراه رسميه. ماليش مع ضد ان المدرب يقول لك انا بلعب مباراه وديه وبجرب لعيبه او حاجات من دي، لا. زي ما انتوا قلتوا كاس الخليج مختلف عن تصفيات كاس العالم. انا برضو ضد الموضوع ده. دي بطوله زي تصفيات كاس العالم بالظبط. طالما دخلت بطوله بتعتبرك انت داخل البطوله عايز تاخد البطوله. دخلت تصفيات كاس العالم عايز توصل كاس العالم. ضد ان اي حد يقول احترامه طبعا لكل اي حد يقول، بس انا مش ضد اللي يقول لي كاس الخليج او دوره كاس الخليج مختلفه عن تصفيات كاس العالم او مختلفه عن كاس اسيا. لا لا مختلفه ماشي انا بقول، بس انا بتكلم عن ايه؟ انا دخلت بطوله خلاص، انا جاي داخل بقوتي عشان اخد منافسه. اما تقول لي ماتش ودي ماتش رسمي، طب انت عامل ماتش ودي ليه؟ انت عامل ماتش ودي ليه؟ عشان تستفاد؟ عشان تستفاد وتبقى في كامل قوتك وكامل لياقتك وكامل اللعيبه، ان هي لو لعيب عندك انت لسه بتجهزه او انت ضامن لاعب اوكي. اما انا بعتبر الماتش الودي ان كان الكويت بتلعب اليمن او
الكويت بتلعب لبنان، ده ماتش يعتبر زي ماتش بدايه كاس خليج زي بكره. هو ده اللي انا بعتبره. اما بقى هنمشي بمقوله احنا لعبنا البطولات هذه زين. هذه البطوله مختلفه تماما عن التصفيات. عن اول شيء بطوله مجمعه. البطولات المجمعه دائما تظهر فيها منتخبات، في بعض المنتخبات عندها طابع المباريات المجمعه ذي صح، وتبدع فيها وتظهر مستوى جيد، وفي بعض المنتخبات في التصفيات ما تلقاها. عارف، انا اتوقع احنا عشناها البطوله هذه تماما مختلفه. يا كابتن، منتخب مصر في افريقيا في المجمعه دي حقيقه، دي حقيقه في امور كثيره. وانا صح ولا لا؟ انا قلت امبارح، انا قلت البطوله دي هتبقى من اقوى بطولات حصلت في كاس الخليج، لان كل المنتخبات داخله بقوتها. ما فيش منتخب داخل في لعيبه ناقصه. في بعض المنتخبات اللي ناقص واحد او اثنين اوكي، بس البطوله دي هتبقى من اقوى بطولات حصلت في كاس الخليج على مدار السنين اللي فاتت. انت الحين تقول المباريات الوديه، ترى المباريات الوديه شلون انا استفيد منها؟ استفيد منها احيانا انا العب تكتيك، واليوم بتقابل مع فريق عنده يعني تكتيك اللي انا العب عليه ما ينفع العب معاه، سوى حراره. فانا كمدرب اغير التكتيك لاجل هذه المباراه، لان اليوم الكويت مش في وضعه السابق. دي حقيقه. فلازم يعني يغير حسب المنافس وش عنده من ادوات. فانا كمدرب في المباريات هاي الوديه شلون استفيد منها؟ العناصر في تغيير التكتيك اذا صح